أسلاك الكهرباء اتقطعت، المدينة غرقت في الضلمة، الترمومتر بينزل بسرعة جنونية. دي مش عاصفة، ده مش انقطاع كهرباء عادي، الشبكة كلها انهارت. عصر جليدي جديد بدأ، والبقاء على قيد الحياة بيتقاس بالدقايق. أول هدف ليك هو الدفى. انسى تدفي بيتك كله، دي مهمة مستحيلة. لازم تصغر عالمك، لازم تبني حصن. الخطوة الأولى، اعمل مناخ مصغر. امشي في بيتك ودور على أحسن مكان. بتدور على أوضة داخلية صغيرة، دولاب كبير، أو حمام ملوش شبابيك. كل ما كانت أصغر كل ما كان أحسن، ده هيكون ملجأك الحراري. أول ما تختار أوضتك اقفلها عن باقي البيت. استخدم شريط لاصق حوالين إطار الباب، سد الفتحة اللي تحت الباب بفوطة. لو في شبابيك غطيها بأتقل بطاطين عندك. هدفك إنك تعمل جيب محكم الغلق يحبس كل درجة حرارة جواه. اقفل أبواب كل الأوض التانية، بقت مجرد مساحات متجمدة بتسرق منك دفة مش هتقدر تخسر. الخطوة التانية، العزل البيولوجي. جسمك هو فرانك، لازم تحافظ على حرارته. ده بيتم بقاعدة الثلاث طبقات. الطبقة الأساسية اللي على جلدك مباشرة لازم تمتص العرق، يعني أقمشة صناعية أو صوف المارينو. ممنوع تماما القطن. القطن بيحتفظ بالرطوبة، والرطوبة دي ممكن تموتك. بتسحب الحرارة من جسمك 25 مرة أسرع من الهواء الجاف. الطبقة اللي في النص هي العزل بتاعك. فكر في الصوف أو الفرو السميك. الطبقة دي بتحبس الحرارة. الطبقة الخارجية هي درعك اللي بيصد الرياح، حتى جوه البيت تيارات الهواء الباردة هتلاقيك. وأخيرا، غطي راسك. بتفقد كمية كبيرة من الحرارة من فروة راسك. البس طاقية. لما يجي وقت الراحة اوعى تنام على الأرض مباشرة. الأرض المتجمدة هتشتغل زي بلوعة حرارية تسحب حرارة جسمك وانت نايم. حط مرتبة، كومة بطاطين أو حتى كراتين ورق مسطحة بينك وبين الأرض. اعزل نفسك عن البرد اللي تحتيك. الخطوة الثالثة، الدفء الآمن. أول ما تضمن دفء جسمك ممكن تضيف مصادر حرارة خارجية صغيرة. أكتر حاجة مضمونة هي الناس التانية. اتجمعوا سوا، شاركوا حرارة أجسامكم بطريقة بدائية بس فعالة بشكل مش طبيعي للبقاء على قيد الحياة. لو لوحدك ممكن تعمل سخان فخار بسيط. حط كام شمعة على سطح مقاوم للحريق زي طبق سيراميك. حط فوقيهم قصيص زرع فخار صغير وسيب فتحة للهواء من تحت. الفخار هيمتص حرارة الشمعة ويشعها ببطء في مساحتك الصغيرة. مش هتبقى نار كبيرة، بس في ملجأ حراري محكم الغلق. ممكن ترفع درجة الحرارة كام درجة مهمة جدا، لكن في أي وقت تولع نار بتدخل خطر مميت. دي آخر وأهم قاعدة، كسرها مش غلطة ممكن تعملها مرتين. أول، أكسيد الكربون هو القاتل الصامت، ملوش ريحة ولا لون، هيخليك دايخ ومش هتصحى تاني أبدا. ما تشغلش مولد كهرباء جوه البيت أبدا، لا في الصالة ولا في الجراج. أبدا أبدا. ما تستخدمش فرن جاز أو بوتاجاز للتدفئة. الخطوة الرابعة، أمان المياه. البرد مش هو العدو الوحيد، الجفاف قاتل صامت في العالم الجديد. ده بيخلي الدم تخين وبطيء والدورة الدموية ضعيفة، وده بيخليك تحس ببرد أكتر ويسرع زحف انخفاض حرارة الجسم المميت. وجوه ملجأك، سباكة بيتك، قنبلة موقوتة. شفت ايه اللي بيحصل لما تسيب علبة بيبسي في الفريزر؟ دلوقتي تخيل القوة دي جوه حيطانك. لما المية تتجمد بتتمدد بقوة كافية إنها تكسر مواسير الصلب. لازم تتصرف بسرعة. دور على محبس المية الرئيسي، عادة بيكون عند مدخل خط المية لبيتك. اقفله خالص، وبعدين امشي في البيت وافتح كل حنفية، كل صنبور. سيبهم يفضوا لحد ما يبقوا فاضيين. ممكن تحس إنها النهاية، بس ده ضروري. لو المواسير دي اتجمدت تماما هتنفجر، ولما يجي الذوبان في الآخر، وهو هيجي، ملجأك مش هيكون ملجأ، هيكون منطقة غرق. بس في أخبار كويسة، عندك خزان مية عذبة مخفي دلوقتي. سخان المية بتاعك بيشيل 40 يمكن 50 جالون من المية النظيفة الصالحة للشرب. روح عنده، اقفل محبس دخول المية الساقعة اللي فوق. وصل خرطوم جنين عادي بمحبس الصرف اللي تحت، وهيكون عندك مية كافية تكفي عيلة لأسابيع. ولو اضطريت تستخدم التلج للمية، سيحه بره أو جنب فتح التهوية. ما تسيحوش أبدا في مساحة معيشتك الرئيسية.
الرطوبة دي بتعمل بخار، والبخار ده موت. الخطوة الخامسة: محرك السعرات الحرارية. جسمك فرن شغال ساعات إضافية بيحرق وقود بس عشان يخليك عايش. في الظروف دي احتياجاتك من السعرات الحرارية اتضاعفت. انت محرك ومحتاج وقود. دلوقتي مش وقت السلطات، محتاج دهون وقود كثيف قوي بطيء الاحتراق، زي زبدة الفول السوداني، المكسرات، وزيوت الطبخ. الشوكولاتة دي زي الحطب اللي بيولع نارك اللي جواك، بتخلي الفرن شغال سخن ومدة طويلة. لازم تدير أكلك بكفاءة قاسية، مفيش هزار. تلاجتك دلوقتي مجرد صندوق ساقع. كل الحاجات اللي بتفسد بسرعة الأول: اللبن، اللحمة، الخضار الطري. أول ما يخلصوا بص على العالم الجديد اللي بره. لو الجو متلج يبقى كل اللي بره ده هو فريزرك الجديد. حط الأكل في كولمن أو صندوق قوي بيتقفل كويس وطلعه بره، بس اربطه كويس عشان مش انت الوحيد اللي جعان هناك. الخطوة السادسة: الإضاءة والنظافة. الضلمة بتجيب حوادث، ووقعة بسيطة ممكن تكون حكم بالإعدام دلوقتي. بس بطارياتك دي مورد محدود. خلي كشافاتك للحركة وللمهام اللي محتاجة إضاءة مركزة قوي. للإضاءة الخفيفة ممكن تعمل لمبة زيت بسيطة، برطمان إزاز، شوية زيت أكل، وفتيلة من رباط جزم وقطن، أو حتة قماش من تي شيرت. اللمبة البسيطة دي هتفضل مولعة لساعات، هتديك نور ثابت ومريح، وحتى شوية دفة صغيرين. دلوقتي للجزء المقرف بس المهم قوي: النظافة. والمية مقطوعة، حماماتك ملهاش لازمة. ما تخليش الفضلات تتراكم جوه بيتك. احمي نفسك، حطها في كيس فورا، حطها في كيسين وطلعها بره عشان تتجمد تماما. الكلام ده ممكن يكون قاسي، بس في وضع البقاء الأمراض بتنتشر زي النار في الهشيم في الأماكن الضيقة، وبتقتل أسرع من البرد. الخطوة السابعة: إرادة الصمود. دي ممكن تكون أصعب حاجة. التحديات الجسدية واضحة، بس التحديات النفسية خبيثة. العزلة خطيرة، اليأس تقيل. اليأس هيحاول يوقعك لو الجو أمان، ولو بس أمان. اطمن على جيرانك، مكالمة واحدة ممكن تكون طوق نجاة. المجتمع ده مورد، مؤن مشتركة، معرفة مشتركة، أمل مشترك، بيزودوا فرص نجاة الكل. وبالنسبة لنفسك اعمل روتين، اصحى في نفس الميعاد، ادي لنفسك مهام، صلح هدومك، سن أدواتك، اقرأ كتاب، خليك مشغول، خليك مركز. الشبكة ممكن تكون انهارت، المدينة ممكن تكون صامتة، بس انت لسه هنا، عندك المعرفة، عندك الحصن، وعندك الإرادة إنك تفضل ماشي. تقدر تصمد أكتر من التلج. خليك دافي، خليك ذكي، خليك عايش. لو عايز تكون مستعد للي جاي اتأكد إنك مشترك. الكارثة الجاية مش هتستناك عشان تستعد. وعايز أعرف إيه أهم حاجة ممكن تمسكها لو النور قطع دلوقتي حالا؟ قولي في التعليقات.